النهار، مرحبا بكل ما التحق بنا في المتابعة. الآن باش نرجعوا مرة أخرى للحديث على المبادرة التونسية الألمانية للتكوين في مجال البناء. اليوم معنا مدير المركز القطاعي للتكوين في البناء ببن عروس، السيد حسن بن جد. صباح خير ونهارك زين. اهلا وسهلا، مرحبا. يعيشك، مرحبا بك سيدي. لو كان نبداو تقدم لنا الاختصاصات اللي وفرها مركزكم في اطار التكوين المستمر. في الحقيقه انا نحب نشكركم برشا على التغطيه العالميه هذه، يعيشك. كونوا الوكاله خرجت بلاغ في انطلاق التسجيل لدوره سبتمبر 23. حبيت نغل الفرصه باش نوجه دعوه للشباب طالبي التكوين في مختلف الاختصاصات. عندنا 136 مركز يأمنوا 230 اختصاص او اكثر. الدعوه مفتوحه للشباب باش يسجلوا على المنصه الرقميه www.atsp.dn. تري بيان. بالنسبه للمركز القطاعي للتكوين في البناء المعروف، هو المراكز الحقيقه العريقه في عام 1965، يأمن مجموعه معناتها من الاختصاصات اللي تهم مهن البناء والهندسه المدنيه. وعندنا مجموعه من انماط التكوين اللي نامنوها بالمركز في مختلف المستويات. زاده عندنا في مستوى تقني سامي مسير اشغال البناء، في مستوى مؤهل تقني مهني رسام مصمم في البناء، رئيس حظيره في البناء، تقني مساح في قيس الاراضي، وفي مستوى شهاده كفاءه مهنيه نامن اختصاص البناء، وحدات الانشاءات المعدنيه، ومركب في كهرباء البناء. تري بيان. إضافة إلى مجموعة أخرى من التخصصات اللي نأمنوا فيها عن طريق التدريب المهني. اليوم يتجاوزوا أكثر من 15 اختصاص تاعها. ما شاء الله. معناها تقريبا اختصاصات كي تبدا برشا كيما هكا، فرصه لطالبي الشغل وانهم يزيدوا من لي كومبيتونس نتاعهم ويتحصل على شهاده، وظهر لي تولي العمليه سهله وانه يدخل الى سوق الشغل كي يبدا متكون بطريقه سيبلي كيما هكا. بالضبط، هذا هو الهدف نتاعنا. اضافه لهذايا معناتها نامن تكوين عن بعد لفائده الشغالين في اطار تطوير كفاءات ومقتنياتها، حتى تحسين وضعيتهم المهنيه كيف. وزاد عندنا التاهيل الجزئي اللي هو موضوع اليوم. على ذكر التاهيل الجزئي، لو كان تسمح سي حسن نزيدوا نتعرفوا به اكثر الاختصاصات اللي موجوده في التاهيل الجزئي اللي طورتوها وقدمتوها للمتعلمين في مركزكم في اطار المبادره التونسيه الالمانيه خاصه للتكوين في مجال البناء وتوابعه. دونك المبادره التونسيه الالمانيه هذه الحقيقه انطلقت من 2021 في 6 مراكز، ولكن نجاح واقبال كبير برشا، خصوصا كونه في نمط تكوين جديد اللي هي مده تكوين ما تتجاوزش 6 اشهر. الاختصاصات اللي امنها المركز هي النجاره، وعملنا 3 دورات في الاختصاص هذايا. التجهيز الحراري والصحي عملنا فيه 4 دورات، والتكفئه اللينه للارضيات والجدران اللي عملنا فيها دورتين. الاقبال الحقيقه كبير برشا، ونحن كنا محظوظين كانوا في المده الاخيره الطرف الالماني جانا لهنا في تقييم التجربه وخرجوا فرحانين برشا على خاطر نسبه ادماجهم في سوق الشغل تتجاوز 90%، وثم امكانيه كبيره برشا كونه باش تتواصل التجربه هذه. والتجربه هذه عندها خصوصيه كونها ما فيهاش مثال التكوين فقط، هي فيها شراكه مع مجموعه من المدخلين اللي قاعدين يساهموا في انجاح هذه العمليه، اللي هي اساسا الوكاله الوطنيه للتشغيل والعمل المستقل عن طريق مكاتب التشغيل نتاعها، لوتيكا زاده بمعنى المؤسسات الاقتصاديه في المجال. وقاعدين الحقيقه في تقييم التجربه نلقاو معناتها نسبه نتاع نجاح كبيره. تري بيان. الطلبات نتاع الشباب معناتها كثيره زاده. ومشينا قاعدين نحسنوا، خصوصا كونه عن طريق الطرف الالماني تمكنا من تجهيزات ومعدات حديثه معناتها تعتمد تكنولوجي دي بوانت. بارفي. وكما تعرف كما مثل يقول سيلو باكي موضع توفا اكزاكتومون. والله هذاك هو الصحيح. ابوي كي تبداو اجور هكايا عندكم التقنيات الحديثه الكل والمعدات الحديثه الكل، الفورماسيون باش تكون مهمه برشا، وخاصه الناس اللي تبدا طالبه الشغل كسوا في تونس ولا في الخارج يكون عنده تكوين جيد ومتميز ومتفوق على غيره، وهذا يزيدوا في الحظوظ على للعثور على الشغل.
باش نختم معاك لو كان تسمح سي حسن بن جدو، كيفاش تقيموا دونك تجربتكم مع اختصاصات التأهيل الجزئي؟ تقييم الحقيقه ايجابي برشا، خصوصا كونه كي نتبعوا معنا ليزانديكاتور نلقاو نسبه كبيره برشا من اللي تكونوا وتخرجوا معناتها فيهم اللي تم انتدابهم المؤسسات الاقتصاديه، فيهم هو بيدو مشروع ولا هو بيدو مشغل. طلبات الشباب طلبات كثيره برشا، خصوصا يلقاو كانوا مده التكوين هي مده ماهيش طويله برشا 6 شهور، وقاعدين حارسين معناتها كل الحرص كانوا معناتها باش نطوروها التجربه هذه ونواصلوا فيها بور اسولي لا بيرينيتي دو بروجي. الميزه الاخرى هو كانوا ثم رصيد بشري مهم جدا من المكونين اللي عندنا، من مهندسين معماريين، مهندسين مدنيين، تقنيين فنيين في الاختصاص اللي عندهم كفاءه عليا، واللي هما متاخرين على ذمه الشباب نتاعنا. دونك كان الدعوه ديما مفتوحه لجميع الشباب كانوا يتصلوا بالمركز نتاعنا ويسجلوا ويتمتعوا بهذه الخدمات هذه والامتيازات الموجوده، خصوصا كانوا في التوجهات العامه اللي كانت تمثل التكوين المهني كما حرص كبير برشا كانوا باش يلبيوا معناتها طلبات الشباب، وعندنا نظام انارم كبيره برشا نتاع تخصص. كانوا راهو جايين تخصص صحه في شغل وتجربه الصوت ما عادش واصل سي حسن. عموما قلنا المفيد الكل، وباش نرجعوا تقريبا اكثر من مره هذا الاسبوع يوميا باش نحكيو على المبادره التونسيه الالمانيه للتكوين في مجال البناء في المركز القطاعي للتكوين في البناء ببن عروس. هذا المركز الرائد في مجاله واللي عنده سمعه ممتازه الحقيقه نظرا نجاته في تقديم التكوين اللي يستناو فيه المكونين. نمشيو بعد شوي نسمع موسيقى، ما هيت نمشيو هيتش عندك مع